وحياة امك انت وهو. لماذا مصر؟ إذا كان اللجوء لمصر لأجل أمنها، فليعلم كل اللاجئين إن ثمن هذا الأمن مدفوع من أبناء الشعب المصري، أب وأم وأخ وأخت. يعني كل الشعب المصري من أول الرئيس وحتى الغفير دفع من قوتنا، دفع من تحملنا مشقة الإصلاح الاقتصادي، دفع من صبرنا على سوء أحوالنا المعيشية، دفع لأننا باقون على أرضنا ولن نتركها. فإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يهجروا مجرمي العالم ويمكنوهم في دولنا العربية، بنقول لهم لا، الأصوب بدل ما تمكنوهم من دولة ثالثة آمنة، وفروا جهودهم وحياة امك انت وهو وأمنوا بلدهم ومكنوهم فيها زي ما خربتوها. كلامي للاتحاد الأوروبي ملحوظة: مفيش ضيوف بحكم المؤبد.